السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ان شاء الله. تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله. اليوم غنقترح عليكم المسمن بالكفته بواحد الطريقه غزاله يعني ما تشبعيش منه، كيجي رائع، كيجي مقرمش، كيجي هائل. كنتمنى انكم تشاهدوا الفيديو حتى الاخير وتشوفوا معايا المقادير. بالنسبه للمقادير غنحتاج هنايا عندي 8 غرام ديال الخميره او معلقه صغيره ديال خميره الحلوه، هي بيكين باودر، معلقه ديال سكر سنيده، معلقه ديال موطارد. غنحتاج الملح، عندي هنا 600 غرام ديال الطحين، وغنحتاج الماء عادي يعني يكون غير من الروبين. اول حاجه انا غنديرها في العجانه، غندير الملحه على حسب الذوق. هنا خميره الكيماويه اللي هي خميره الحلوه، انا درت 8 غرام ساشيه حمراء. هنا عندي السكر، معلقه كبيره السكر، هنا موطاد. هنا بالنسبه لهاد المقادير هي اللي كنستعمل، كيجي مقرمش. الناس اللي ما بغاوش يكون مقرمش هذا المسمن ممكن تزيدوا واحد المعلقه ديال الزبده. انا دلكته مزيان، دلكته العجانه ودرتو هنايا في واحد الاناء، درت عليه الزبده وخليته على جنب. بالنسبه للحشوه غندير عندي هنايا قزبر ومعدنوس، الملحه، عندي التحميره ديال البابريكا، الكركم اللي هو الخرقوم بلدي شويه، والكمون معلقه شويه زيده، والابزار والفلفل الاسود والبصله، وعندي الكفته. هنايا اللي بغى يزيد شي حاجه شي اضافه اخرى ماشي مشكل، بحال الجزر اللي هو الخيزو او القرعه الخضراء كورجيت، هي كيجي رائع. الا بغيتو هاد الاضافات ديروها ماشي مشكل. حتى الفلفله حتى هي البنات، الا بغيتو ديروا الفلفله متنوعه، الحمراء والخضراء والصفراء حتى هي كتجي مزيانه. هنايا على حسب الرغبه ديالكم من الحشوه. بالنسبه للكفته هادو هما المقادير، والاضافات كيبقاو ليكم. هنا درت التوابل ديالي، درت البصله كما كتشوفوا، البصله انا كنديرها شويه بزيت. غنخلطها مزيان حتى هي وغادي نخليها ترتاح واحد شويه بما وجدت المسمن. كتجي على هذا الشكل هذا، غنخليوها ترتاح وكنكملوا المسمن. بالنسبه للمسمن انا غندير قريصات، يعني على حساب الرغبه ديالك، يعني ديريهم كبار صغار كيبقى لكم الاختيار. انا درتهم متوسطين بين وبين. غديروا قد الكويرات ديال الكفته، قدهم قد الكويرات ديال المسمن ديال العجينه. يعني الا انا خرجوا ليا 8، يعني درت 8 ديال العجينه، كيف ما كتشوفوا 8 ديال الكفته. اول حاجه كيف ما كتشوفوا انا بعد ما ارتاحت العجينه غادي نسرحها يعني بحال الشكل ديال المسمن. كان بالنسبه للزيت كندير غير الزيت، ما كنديرش لا زبده لا والو، كندير غير الزيت. كيف ما شفتوا كنشدها من القنت الفوق وكنهزها يعني، وكنعطيها واحد الشكل دائري كيف ما كتشوفوا غتجي على شكل ملويه. وبالنسبه كيف ما قلت لكم على العجينه، الا بغيتوها اللي كيبغي العجينه تكون رطبه ممكن تزيدوا في العجينه الزبده، يعني الزبده او الزيت البلديه كيبقى لكم الاختيار. كيف ما شفتوا انا خديت واحد الكره ديال الكفته ودرتها من الفوق يعني، وكنقرص عليها شويه. كيف ما شفتوا كتجي على هذا الشكل. غادي نحطها في الطاوه اللي غندخلو الفران. انا عاودت وحده اخرى باش تبان لكم مزيان. كتهزي العجينه من الفوق صافي، بحال كتهزيها حتى للفوق باش كدير معك الشكل ديالها كيولي طويل صافي، وكتدوريها وكديري دائما الجنب الاخير تديريه من التحت. كتجيبي كويره ديال الكفته وكديرها من الفوق، يعني تقرصيها واحد شويه على حسب الحجم ديالها. هنا الكفته كتبقى لكم كيف ما قلت لكم، اي اضافه عجباتكم ممكن ديروها. يعني أنا كنديرها حتى بالخيزو، بالقرعه، بكل شيء، اي حاجه ديال الخضره كتعجبكم ممكن ديروها. غنديرها بحال هكا كيف ما تشوفوا.
أنا درتهم في الطاوة، غادي نخليهم كاملين حتى كيف ما كتشوفوا حتى كتجمع ليا الطاوة. هنايا كيف ما تشوفوا في الفران، باش نبين لكم بانهم راه كانوا في الفران كيجيو على هذا الشكل. حكيت عليهم من الفوق غير شويه الفرماج، هذا كيبقى لكم اختياري، ممكن ديريه ممكن تستغني عليه. صدقوني تتجي رائعه المسمنات، يعني ديروهم مع الحريره مع اي شوربه كتعجبكم، كيجيو غزالين بالنسبه للعشاء. كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم والفكره والطريقه تعجبكم، وصدقوني كيجي هائل في المذاق ديالو. شكرا لكم كاملين البنات.